الزحمة اللي انت شايفها دي مش طابور جمعية، الزحمة دي كلها عند أصل الشاورما المصري أبو حيدر. على فكرة يا جماعة، أبو حيدر ملوش غير فرع واحد موجود في 13 إبراهيم اللقاني روكسي مصر الجديد. وهسيب لكم أسعار الأوردر اللي احنا طلبناه كله هيظهر قدام. حبيت أجرب الشاورما وأشوف هل في اختلاف عن زمان ولا نفس الطعم، بس لقيت الطعم هو طعمه وريحة النعناع وسنة الخل والحشو الكتير. تقريبا الاختلاف الوحيد هو ان السعر زاد شوية، والسندوتش بقى قد اللقمة علشان تشبع. على الأقل عاوز لك 10 منه. واللي كتير منكم ما يعرفوش انه هو بيعمل كمان سجق وكبدة وحاجات كتير. جربت من عنده السجق وكان حشو كويس والخلطة جميلة وفيها تسكيرة البصل، وبرضه نفس المشكلة هي ان السعر زايد شوية وحجمه صغير. وتاني حاجة جربتها هي كفتة داوود باشا، وكان طعمها عن رأيي الشخصي إن الطماطم أو الصلصة اللي معمول بيها الكفتة فيها مزازة شوية، كانت محتاجة شوية سكر علشان تضيع المزازة. بس جربت الكفتة لوحدها كان طعمها حلو وكويس. ونيجي بقى